افرح الليلة ليلة عيد. العيد يعني فرح، العيد يعني استقرار نفسي، العيد يعني ان انا اسال على اهلي، العيد ان انا اسال على اختي، العيد ان انا اكبر بخاطر اختي. اوعى تنسى اختك في العيد، اوعى ما تسالش عن اختك في العيد. اختك هي مش حاجه منك، ده اختك هي انت اصلا، وانت هو انت اختك. يوم عيد يعني يوم فرح، يعني يوم سرور. يوم عيد يعني الانسان يفرح اهله، يعني الإنسان يفرح أولاده، يعني الإنسان يفرح مراته، الإنسان يفرح أبوه وأمه. يوم عيد يعني الإنسان أصلا يفرح نفسه. يوم عيد، العيد بتاع الناس تفرح فيه والناس تحتفل فيه. بعض الناس فاكرة إن التدين أو إن العيد إن الإنسان يعيش كئيب ويعيش بوجه يعني كشر ويعيش. أبدا، الإسلام دين النظافة، والإسلام دين الرحمة، والإسلام دين المودة، والإسلام دين الفرح. فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتفل دايما مع نساء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسابق أمنا عائشة في الصحراء. يعني يوم عيد سابق مراتك، تهزر مع مراتك، فرح نفسك، فرح أهلك، فرح جيرانك. العيد يعني طاعة، والطاعة يعني فرح. العيد يعني مودة، والمودة يعني فرح. العيد ان انا اعيش مع اولادي في فرح وفي استقرار نفس. مش العيد ابدا ان انا اطيع الناس، او ان انا ابعد عن الناس، او ان انا انحني عن الناس، او لا. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما من صفاته في ايام العيد كان بيجي في عيد الفطر وعيد الاضحى، كان لما يمشي من مكان ما يرجعش منه تاني، يرجع من المكان التاني. ليه يا سيدنا رسول الله؟ يقول لك علشان خاطر اقابل ناس اكتر، واسلم على ناس اكتر، وصالح ناس اكتر. دي العيد. العيد ان الانسان بيعيد على جيرانه، العيد ان الانسان بيتقرب من جيرانه، العيد ان الانسان بيتقرب من اهله. من اول الحاجات اللي الانسان لازم يعملها في العيد صلة الرحم. ده اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك في صحته ويبارك في ماله عليه بصلة الارحام. اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمره عليه بصلة الأرحام. اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك في رزقه عليه بصلة الأرحام. فلذلك الإنسان لو مش هيسأل على أهله ويكون واصل للرحم في العيد، هيوصل رحمه إمتى؟ فلذلك لما نزل على سيدنا رسول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية بتجاوب على بعض كلام الناس. الشيخ يطلع على المنبر ونتحدث عن صلة الأرحام، بعد ما خلص خطبة الجمعة ممكن حد يجي يا مولانا أصل قريبي عمل وأصل قريبي سوى، وممكن يفتكر لقريبه حاجة من سنة 90. لا أصل ده هو اللي كان سبب في النكسة، لا ده مش عارف هو اللي كان سبب في إيه. لا، العيد يعني التسامح، يعني صفاء القلب. خلي بالك إن الإنسان اللي بيسامح أولا ربنا بيسامحه، ثانيا بيعيش في استقرار نفسي. الإنسان اللي بيسامح بيبقى عنده كده سكينة. لما نزل على رسول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تعجب سيدنا النبي الأمين: يا أخي يا جبريل، ما معنى هذه الآية؟ قال: يا رسول الله، هي أن تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. يبقى احنا لما نرجع للدين الحنيف هنلاقي ان الانسان لازم يعفو عن من ظلمه. بعض الناس الشيطان يسول له نفسه: يا عم سامح لله. يقول لك: يا عم هو انا ربنا عشان اسامح؟ يا عم ده ربنا مش سامح. يقول لك: يا عم اصل انا مش ربنا، اصل انا ما. لا، ده انت لازم تتمسك بهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما رجل متسامح. النبي كان عايش في استقرار نفسي. ليه يا سادة؟ النبي كان عايش في استقرار نفسي لأنه كان راجل متسامح مع نفسه، والنبي كان متسامح مع الآخرين.
ده احنا لما نقرأ عن سيرة سيدنا النبي يكاد العقل أن يتوقف عن صفات سيدنا النبي في الرحمة والتسامح والمودة. عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس النفاق. هذا الرجل كان زعيم المنافقين. هذا الرجل أذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى بليغ، حتى يا إخواننا اللي عارف حادثة الإفك، حادثة الإفك اللي أسس هذه الحادثة هو عبد الله بن أبي بن سلول. لما رأى أمنا عائشة تركب على ناقة ويمسك لجام الناقة سيدنا صفوان بن المعطل فنظر إليهما قائلا: من هذه؟ قيل: عائشة. ومن هذا؟ صفوان. فنظر إليهم قائلا: وانظر إلى هذه الكلمات: زوج نبيكم مع رجل غريب وباتت معه حتى الصباح فوالله ما نجت منه ولا نجا منها. زوج نبيكم يعني هو هنا مش النبي بتاعه، كان يدعي الإسلام وكان يدعي الصلاح وكان يدعي الفلاح، ومع ذلك يقول زوج نبيكم. مش زوج نبينا، لا، ده زوج نبيكم. بينفي هنا الخبر عن ايه؟ عن نفسه. فلما قال هذه الكلمات الخبيثة، كلمات ليست مؤذية فحسب، بل كلمات تفتت الصخور الصلباء في الصحراء الصفراء. بدأ الخبر ينتقل بين المنافقين، وبدأ الكلام يتردد على لسان المشركين، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتظر الوحي أن ينزل ليبرئ أمنا عائشة شهرا كاملا 30 يوما، وسيدنا رسول الله يتألم من هذه الحادثة 30 يوما. الحزن كان يخيم في جسد رسول الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته إذا دخل إلى بيته كان يذهب إلى زوجاته وهو مبتسما. تعلموا يا معشر الرجال، تعلموا كيف كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه. كان يدخل مبتسما وينظر إليهما: كيف حالكم؟ وكان يوازح أهله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأيام عاش النبي صلى الله عليه وسلم أصعب أيام حياته، حتى أن النبي كان إذا دخل إلى أهله: السلام عليكم، ورددنا السلام، كيف حالكم؟ كان يجلس ولا يتحدث مع أحد. فأوذي النبي من رأس النفاق إلى أن نزل القرآن ليبرئ أمنا عائشة. الشاهد في هذا يا سادة أي أن لو أحدا أذاك لم يكن هذا شعيرة في الأذى الذي أوذي منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بقى ابنه يذهب إلى رسول الله: يا رسول الله، أريد قميصك ليكفن فيه أبي. أنا ما عنديش قميص، أنا عايز قميصك عشان أكفن فيه سيدنا النبي، عشان أكفن فيه أبويا. قميص مين؟ يعني أنت عايز لبس مين تكفن أبوك فيه؟ ده أبوك اللي أذاني وأبوك اللي عمل وأبوك اللي سوى. والله ما قال النبي هذه الكلمات. النبي كان راجل متسامح. تعلم إن أهلك وجيرانك وحبايبك مهما أذوك مش حاجة في اللي حصل مع سيدنا النبي. فخلع النبي قميصه وأعطاه لرأس النفاق ليكفن فيه. موضوع ما انتهاش. كفن أبوه في قميص سيدنا النبي وراح رجع لسيدنا النبي. ودي يا إخواننا قبل آيات نزول النهي أن يصلي النبي على المنافقين. قال: يا رسول الله، أريد منك أن تصلي إماما على أبي. ما هذه الكلمات؟ أبو أذاني وأبوك وأبوك. ما قال النبي هذه الكلمات.
بل جبر النبي بخاطر ابنه. ده النبي من رحمته لما كان بيبقى قاعد وسيدنا عكرمة ابن مين؟ ابن أبو جهل قال إذا دخل عليكم أخيكم فلا تتحدثوا عن أبيه بسوء. لما عكرمة يخش عليكم ما حدش يجيب سيرة أبو جهل خالص، جبران خاطر ابنه. النبي أراد أن يصلي على رأس النفاق، فسيدنا عمر وقف قدامه: أنت بتعمل إيه يا رسول الله؟ قال له: اتركني يا عمر، أنت هتصلي على رأس النفاق؟ قال له: اتركني يا عمر، أنت نسيت إن هو اللي أسس الإفك، حديث الإفك، اتركني يا عمر. أنا نسيت أنه فعل كذا وكذا، اتركني يا عمر. وصلى النبي على رأس النفاق إلى أن قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تبارك وتعالى: إن صلاتك سكن لهم. ما ينفعش إن أنت يعني تصلي فيصابون بالسكن، هم أصلا منافقون أشد خطرا على الإسلام من اليهود الحقيقة. فالشاهد في هذا النبي كان متسامح جدا. لما يجي يوم عيد لازم نسامح بعض، لما يجي يوم العيد لازم نود بعض، لما يجي يوم العيد لازم يعني الإنسان يسامح ويكون عايش في صفاء، وعيد على أهلك وعيد على أبوك وعيد على أمك، وقول لأحبابك وأقربك وجيرانك: كل عام وأنتم بخير. العيد يعني طاعة، العيد يعني فرح، العيد يعني استقرار نفسي. مش العيد إن الإنسان يقفل عليه الباب ويقعد، لا أبدا. العيد يعني يطلع عيد على الناس. وخلي بالك، فرح أهلك، فرح أحبابك، فرح جيرانك، فرح مراتك، فرح ابنك، فرح بنتك، فرح أبوك، فرح أمك، فرح أخوك. اوعى تنسى أختك، اوعى تيجي في العيد وتنسى أختك. أختك هي كل حياتك. اوعى تيجي في العيد وتنشغل عن أختك. اجبر بخاطر أختك عشان ربنا يجبر بخاطرك. كان معكم الداعية أحمد الزعفاني، والسلام عليكم ورحمة الله.